اهلا بكم من جديد. استاذ يوسف، احنا ما زلنا طبعا حوارنا مستمر مع استاذنا الكاتب الكبير والنائب المحترم بمجلس النواب الاستاذ يوسف القعيد. اهلا وسهلا مرة اهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ يوسف. انا كنت بسال حضرتك كعضو لجنه الثقافه والاعلام بمجلس النواب عن قانون الاعلام الموحد، ولماذا تاخر حتى الان؟ لم يأتي. دي نفس الاجابه اللي جاوبهاني استاذ خالد يوسف، كان معايا يوم السبت برضو. لم يأتي مجلس انا النواب. اسمع عنه كما تسمع عنه بالضبط، وانا سمعت في البرلمان انه في مأزق في القانون. القانون الاعلامي الموحد. ما هو المأزق؟ انه الكيانات الاعلاميه الثلاثه اللي هتقوم بعد هذا القانون تقوم قبله ولا تقوم بعده؟ وان قامت بعده مين اللي يعينها؟ يعني فيه 3 كيانات هتبقى: الاعلام المسموع والمرئي، الصحافه، الانترنت، المجلس الاعلى للصحافه. في كيانات طبعا كلها متغير اسمها. هل دي ننتظر الى ان يصدر القانون ثم نشكلها؟ ومين اللي يشكلها؟ ولا تقوم الان تقوم الان وهي اللي تتولى باقي الامور؟ وانا رايي ان قيامها في الفراغ ما ينفعش، لازم يبقى فيه قانون اساسي. قانون الاول وبعدين اللي هي سؤال البشريه، الخالد، البيضه ولا الكتكوت، ايهما في الاول؟ يعني ايضا سمعت انه القوانين، قانون الاعلام الموحد ده، ان المجلس الاعلى للصحافه اعد قانون، نقابه الصحفيين اعدت قانون، هيئه الاعلام اللي بيتولاها حمدي الكنيسي اعدت قانون خاص بالاعلام المرئي والاعلام المسموع، واتحاد الاذاعه والتلفزيون هنا اشترك في عمل ثم ذهبت الى الحكومه، والحكومه ادخلت عليها تعديلات. كان يجب انه يرجع تاني الامر لاصحاب الشأن. يعني بعد تعديلات الحكومه كان يجب انه يا اما يروحوا اصحاب الشأن، يا اما ترسل لهم هذه المشروعات عشان يعرفوا التعديلات التي ادخلت عليها مقبوله ولا غير مقبوله. مثلا من المواد اللي عامله جدل شديد جدا الحبس في قضايا الرأي. بس دي مش كانت انتهت خلاص؟ انتهت تماما. لكن حصل اعتراضات، وانا كل اللي بقولك عليه ده سماعي. يعني حضرتك لم تطلع على مسودة إطلاقاً أي شيء؟ اطلاقا. معلوماتي كمعلوماتك، قد يكون لديك اكثر مني لان انا انا طلعت على المسودة اللي نشرت في بعض الجرائد يعني. بس لكن حتى الان لم يأتي الينا. الباقي البرلمان ده مستمر لغاية سبتمبر القادم، وهترفع جلساته عشان تستأنف في الاسبوع الاول من اكتوبر، والاجازة كده تم اقتطاع اسبوع منها فبقت 21 يوم بدل شهر. مش مهم حتى ناخد اجازة اساسا، لكن يعني لغاية دلوقتي ما جاش. الدستور بينص صراحة على قوانين تصدر. وانا سمعت اساتذة القانون الدستوري والقانون واللي هم اللي موجودين في البرلمان ان ده كلام جوازي، يمكن ان تصدر هذه القوانين في دور الانعقاد الثاني، لان فيه ال5 سنوات كلها وحدة واحدة، بيبقى فيه دور اول ودور ثاني ودور ثالث، لكن لا توجد فواصل اساسية بينها، فممكن ان تصدر في دور الانعقاد الثاني. وانا كنت اتمنى ان تصدر في دور الانعقاد الاول، لان احنا في سنة اولى برلمان، رغم كل التاريخ القديم اللي مر من عمر البرلمان المصري. هنكمل في اكتوبر 150 سنة من عمر البرلمان. كنت اتمنى انها تصدر في دور الانعقاد الاول. طب وما زال الامل قائم، لان معانا اسبوعين ممكن قوي. بس هو قانون راح مجلس الدولة بالفعل، موجود في مجلس الدولة مرسلا من الحكومة، ومجلس الدولة مفترض ان يعيده للحكومة، والحكومة تعيد لنا، وبين اعادته من مجلس الدولة للحكومة وارساله من الحكومة لنا لابد ان نعود الى اصحاب الشأن، اللي هي نقابة الصحفيين، المجلس الاعلى للصحافة، نقابة الاعلاميين تحت الانشاء، اتحاد الاذاعة والتلفزيون. لابد ان يعود لهذه الجهات لكي تقول رأيها في ما ادخلته مجلس الحكومة ومجلس الدولة عليه. طب استاذ يوسف، لو
حضرتك بيكلمك من بره مصر او غايب عن مصر ولسه راجع وقال لك ما الذي يحدث في مصر الان على وزن روايتك الشهيره يعني، هتقول له ايه؟ اقول له ان بلدنا بتتعافى، واقول له ان بلدنا ان احنا يعني وضعنا اقدامنا على اول الطريق، وارجو ان نستكمل خطواتنا على هذا الطريق. ما ننساش ان احنا بشر نخطئ ونصيب، ولا بد ان ندافع عن حقنا في الخطأ قبل ان ندافع عن حقنا في الصواب، لان دي مسألة بشوف ناس كده بتتكلم وكأن الصواب في جيبهم، طلعوه ويعملوه، دي مسألة من اصعب ما يمكن، وانه التفاؤل مطلوب رغم ان معطياته ليست كثيرة في ارض الواقع. واقول له ايضا ان انا شخصيا ايدي على قلبي من خطوة صندوق النقد الدولي، وارجو انها تمر باقل الخسائر الممكنة. انا الاتفاق مش وقانون القيمة المضافة لم يأتي الينا حتى الان، رغم كل الجرائد لا تتكلم الا عنه، خدت بالك؟ انما اتمنى ان احنا، لاننا الصندوق باعتباري سكيني، الصندوق تجربته معنا ليست حسنة في بناء السد العالي، هو والبنك الدولي، ورفضوا تمويل، والحمد لله انهم رفضوا لان ده ادى لتأميم قناة السويس. ايضا دول العالم الثالث